الست ما تحبش الراجل اللي سايب لها الحبل على الغارب، الست بتحب الراجل اللي بيكون راسم لها حدود تتحرك جواها. مش معنى كده ان هي ما عندهاش عقل او ان هو استبداد او ان هو تحكم، لا، ولكن الست بتستمد امانها من ان الراجل حاطط لها حدود معينه، اعملي وما تعمليش، قولي وما تقوليش، اتصرفي بالطريقه دي وما تتصرفيش بالطريقه دي. فلو حد طالع بيقول لا انا عايزه الراجل اللي بيكون سايب لي كل حاجه، انت مش بتكوني مرتاحه ولا بتكوني حاسه بامان اعطيني ولا مساحتي، بتكوني شايفاه راجل. اعطيني الوقت اللي لما يكلمني فيه انت فين، لا انا في مشوار، مش احنا من بنتكلم هنا حقك. فين وهم مخطوبين يعني؟ احنا هنا الموضوع بيتدرج. ايوه. بعد الجواز، حتى برضو بعد الجواز انا في مشوار، مش لا من ما هو انت حقك ما تعرف كل حاجه. لا لا، ما هو هنا معلش بقى يعني انا ما هو مثلا هنا بقى الفرق. رحت مثلا مكان حابه ان ما انا تعرفيش اقعد. تخرجي غير لما تستأذنيه اصلا. احنا هنهزر؟ ما تعرفيش تخرجي من البيت غير لما تستأذنيه، ولو قال لك لا ما تروحيش. ما هو انا من حقي ابقى قاعده في مكان هو مش عارف هو فين، انا عايزه لا اقعد مش في من مكان حقك يا فندم. افصل. ده ايه؟ مين يعني اللي قال الكلام ده؟ اتخنقت من ثانيه واحده البيت، ثانيه واحده، اتخنقت. جوازه مين دي؟ معلش، مين اللي قال الكلام ده؟ لا طبعا. ايوه، ما انت ما احنا تفتحيش بنتفق الباب على كده. لحد هو قايل لك ما احنا تفتحيلوش. بنتفق على كده ثانيه من اول، كل واحده واحد فينا هيدي لنفسه. ثانيه واحده، حد جه خبط على الباب وانت عارفه مين اللي بره وجوزك قايل لك فلان ده ما يدخلش البيت وانا مش هنا، ما تفتحيلوش الباب. انا مش بقول لك ان انت تخرجي. هفترض معاكي مثلا ابن عمك ومراته جايين زياره، جوزك لاي سبب كان بيقول لك ابن عمك ده ما يخشش البيت وانا مش موجود، ابن عمك بيخبط على الباب، تقولي له لا بعد اذنك ارجع، انا جوزي قايل لي انك ما تدخلش، هو مش هنا. ان انتوا بقى عايزين تشيلوا كل الحدود دي وتعتقدوا ان دي اسمها ان هو بيضيق عليها، لا انتوا كده مش فاهمين حاجه. انتوا كده عايزين تاخدوا الف ب يعني ايه جواز. عشان كده لما انت دلوقتي بتتكلمي وبتقولي لي في فتره الخطوبه قلت لك لا مش من حقه، لكن في الجواز اقسم بالله العظيم لو فتحت لحد هو قايل لها ما تفتحلوش، ما تستاهلش ان هي تبقى مراته. لو خرجت من بيته دي مصيبه ثالثه، يعني دي مش ليه ما قلتش ثانيه؟ لان دي ابعد من ان هي تكون مصيبه ثانيه. يعني ايه تخرج من بيته ويتصل بيها انت فين؟ انا في مكان كده، انا في مشوار هخلص وجايه لك. ايه ده اللي هو منين ده؟ ده انت مش متجوزه انت انت ما تعرفيش يعني ايه جواز، ولا هو في عينيكي راجل.